اوعدك بعد الفيديو ده استحالة تشتريه من بره وهتعمليه في البيت، وبجد ولادك هيدمنوه، مش هيعرفوا خالص ان انت عاملاه في البيت، لان السوبر هو ماركت بقى غالي جدا. النهارده هعمله لكم في البيت بربع كيلو لحمه، وما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده، شكله تحفه، ولا الريحه بقى يا بنات، ولا طعمه خطير جدا. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسيش انا فاتن ودي قناتي. اول حاجه بفكرك اني تشتركي بسرعه في القناه لو اول مره تشوفيني، واعملي تفعيل الجرس عشان يوصلك الاشعارات على طول بالفيديوهات وتستفيدي منها. ولو عندي ومنوراني اوعي تبخلي عليا بكومنت حلو زيك. وما تنسيش في الكومنتات تكتبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونحط لايك للفيديو وشيره بقى الماميز كتير، عشان الوصفه دي بجد هي دي الوصفه بتاعه المصانع. ايوه هي دي الوصفه بتاعه المصنع. وعايزه اقول لكم بقى انسي الافتكاسات اللي بشوفها على الفيديوهات كتير قوي، بيقول لك اسلقي لحمه. ايه اسلق لحمه مفرومه تطلع بلوبيف؟ غلط جدا. الطريقه المظبوطه هي دي، وتحدي لاي حد بجد عايزه تجربي البلويف اعملي الطريقه بتاعتي وبجد هتدعي لي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسيش بقى يلا اللايك ونبدا الفيديو بتاعنا. بجد يا بنات احلى بلوبيف عملته، وانا ندمت انا ليه ما كنتش بعمل الوصفه دي. بصراحه كنت بكسل وبقول لا هشتريه، لكن لما رحت اشتريه لقيت سعره غالي جدا وسعره بقى معدي. بما ان احنا خلاص كمان دخلنا على المدارس، في ناس دخلت بس احنا لسه يعني ان شاء الله لقيت لي اسبوع ولادي يخشوا المدارس. فقررت بقى اعمل لكم البيف او البلو بيف. ليه بقى؟ عشان احنا مش هنقدر نستغنى عنه في اللانش بوكس بتاع الولاد. انا عن نفسي ولادي بيحبوه كده في سندوتشات، بيحبوه مع البيض. وطبعا مغذي جدا. هنجيب طاسة أو ووك هنحطها على النار، وأول ما تسخن معايا هنزل بمكعب من الزبدة أو السمنة البلدي. طبعا يفضل يكون عندك سمنة بلدي، بس أنا استبدلتها عندي بالزبدة. تمام. وهبتدي أنزل ببصلاية تكون مفرومة ناعم، بصلاية متوسطة، أهم حاجة تكون مفرومة ناعم يا بنات. فرمت كده بصلايه وهنزل عليها بالزبده وهبتدي اشوح كده، ده كله على نار هاديه، ما تعليش النار عشان البصلايه انا مش عايزاها لا تاخد لون ولا عايزاها آه يعني ايه تتشوح. لا هي دوبك تتشوح بس، انا مش عايزاها تاخد لون خالص ولا تتحرق منك، هي كده تتشوح وريحتها تطلع. عندي هنا بقى ربع كيلو لحمه مفرومه، عندك نص كيلو لحمه مفرومه، المتاح عندك. لو عايزه تجربي الوصفه وخايفه جربيها في ربع كيلو لحمه من لحمه مفرومه. ولحمه مفرومه بيبقى فيها نسبه من الدهون، تمام. ما تبقاش لحمه حمرا خالص. الوصفه دي بيبقى فيها نسبه دهون بتديها طعم حلو قوي. عندي هنا بقى نص كيلو من اللحمه المفرومه هنزل بيها كده على البصلايه بعد ما اتشوحت او ابتدت كده تدبل شويه، اهم حاجه ما تاخدش لون ولا اي حاجه. هبتدي بقى افكك اللحمه بتاعتي طبعا لان انا مطلعاها من الفريزر، يعني زي ما انتم شايفين كده متكتله، فهفكها خالص كده وهبتدي بقى اديها الصدمه. تمام. انسي بقى اللي بيقولك اسلقي اللحمه افتكاسات وحاجات لما بتسلقي اللحمه الفوائد كلها بتنزل في ميه السلق، فطبعا انا عايزه استفيد باللحمه، البروتين كده راح في ميه السلق، فلا انا عايزه استفيد بالوصفه واعملها صح ومظبوطه واستفيد منها. فطبعا الطريقه دي يا بنات على ضمانتي دي طريقه المصانع. انسي بقى الناس اللي بتقولك ان انت تعملي اللحمه مسلوقه، تسلقي اللحمه المفرومه تضربيها في الخلاط، مش هتنعم معاكي، مش هتبقى حلوه خالص. زي ما انتم شايفين بقى يا بنات انا موطيه النار كده، يعني ايه نار متوسطه مش واطيه قوي عشان ما تنزلش اللحمه المفرومه تنزل سوائل. هبتدي بقى عندي هنا معلقتين بالظبط من اللية او الدهن، اي حاجه متاح عندك دهون حطيها. ليه؟ البلوبيف انتوا لما بتجيبوه كده بتحس ان هو مدهن قوي، هو ده التيست بتاع بره. زي ما قلت لكم انا جايبه لكم الوصفه من المصنع نفسه، سر المصنع من حد بجد شغال جوه المصنع وقال لي على الطريقه المظبوطه. فلازما حتى لو اللحمه بتاعتك فيها نسبه دهون لازما نحط فيها مع تسويه اللحمه، ودي اللي هتديها نكهه حلوه قوي. لو انت بتحبي اللية حطي معلقه ليا كده كبيره او معلقتين، ومش هتبان ولا طعمها هيأثر ولا اي حاجه، او معلقه دهن. تمام كده اللي هو البوش. قلبي بقى كل ده. عايزه اقولك اللي هي اصلا بتخلي البروبيف بتاعك في حته تانية خالص، ريحته تحفه. ريحه اللحمه المفرومه مع اللي بجد قلبت لي ريحه البيت. قلبت كده بقى واحط التوابل بتاعتي، فلفل اسود. يعني ايه، هتحطي ربع معلقه من كل التوابل اللي انا هقولك عليها دي، ربع معلقه. 7 بهارات وفلفل اسود و رشه ملح طبعا اساسي، رشه بسيطه ما تكتريش. وهنحط كمان جوزة الطيب، رشه جوزة الطيب، وبودرة بصل، بودرة ثوم،
وشويه من الكزبره. بس هي دي بهارات اللي انا مستخدماها للبيف بتاعي. تمام كده. عايزه اقول لك قلبي بقى هتشمي احلى ريحه بجد، ريحته تحفه تحفه تحفه. حطيت بودره البصل وبودره الثوم وكل التوابل اللي انتوا شايفينها دي. عايزه بقى تحطي توابل تانية عندك انت بتستخدميها براحتك خالص، بس انا حطيت التوابل الاساسيه وسنه كده من الملح. وهبتدي اقلب كل الكلام ده مع بعضه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هقلب كده لحد ما اللحمه المفرومه بتاعتي احس ان هي خلاص خدت اللون او استوت معايا كويس قوي. ومرحله السوا دي مهمه جدا يا بنات. تمام. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه بجد، ريحتها خطيره جدا. البهارات تحفه، ما تكتريش ولا تزودي، زي ما قلت لك ربع معلقه او اقل من ربع. تمام. لو انت تعملي ربع كيلو لحمه تحطي كده رشه بسيطه كده من كل حاجه قلتها. هحط هنا بقى معلقتين من الميه، عليهم معلقتين من الجيلاتين، عليهم لون طعام. ولون الطعام ده بنجيبه من اي عطار. والجيلاتين برضو جيلاتين حلال بتجيبيه من، هو بودر كده بتجيبيه من عند العطار. تمام. يعني ب5 جنيه جيلاتين، ولون الطعام ب10 جنيه، 15 جنيه، مش هتكلفك حاجه. وهيقعد عندك لون الطعام ده فتره طويله جدا. تمام جدا. لو مش عايزه تستخدمي لون طعام، مش عايزه فاتن، مش بحبه، او مثلا مش متوفر عندي عايزه اوفر، لو عندك حته بنجريه صغيره تقدري تحطيها وتبشريها. اهم حاجه تبشريها عشان تدي اللون الاحمر معاكي جامد. هنحط بقى كده في المعلقتين الميه او ربع كوبايه الميه دي معلقتين جيلاتين كبار، معلقتين جيلاتين هرميين. وقلبي كويس قوي الجيلاتين. ميه عاديه من حنفيه، عايزه تحطي ميه سخنه حطي يعني دي، بس انا حاطه ميه عاديه جدا. والحمد لله الوصفه مشيت معايا مفيهاش اي حاجه، الجيلاتين هيدوب. اهم حاجه قلبي كويس قوي. وطبعا زي ما قلت لك اللون الاحمر. طيب انا مش عايزه اضيف الوان يا فاتن ولا بنجر، عادي بتقدري تعملي بنفس اللون ده. بس انا جايبالك نفس الطريقه ونفس اللون، عشان كده زودت اللون الاحمر. والوان الطعام دي مصرح بيها ما فيهاش اي ضرر خالص. زي ما قلت لك هوريكي شكلها، هي ب10 جنيه بتقعد معاكي فتره طويله جدا. ازازه كده بحطي منها نقطتين بالظبط. اهو حطيت نقطتين الجيلاتين زي ما انتم شايفين، وهنزل عليه بقى على اللحمه المفرومه وهبتدي اقلب. اهم حاجه قلبي الجيلاتين كويس قوي مع اللحمه. وهنا تقدري تستخدمي كمان معلقتين ميه عشان لو حسيتي ان الجيلاتين مش عارفه تقلبيه كويس قوي، معلقتين ميه بس عشان اللحمه تستوي معاكي. تمام. مكان الكوبايه كده هحط معلقتين من الميه، يعني معلقتين دوبتي فيهم الجيلاتين ومعلقتين ميه كمان. ما تكتريش ميه. تمام. عشان الوصفه تمسك معاكي وتطلع مظبوطه. عايزه تزودي لون تاني زودي، يعني اللون بقى حسب انتي شايفاه ازاي. انا بصراحه زودته لان كنت حاسه ان اللون قليل قوي. انا عايزاه اعمله كوبي زي بتاع بره بالظبط. والله العظيم احلى كمان، ريحته بجد تحفه تحفه تحفه، والله طعمه خطير جدا. ولادك مش هيعرفوا ان انت عاملاه في البيت من حلاوته وطعامته. ولو عرفوا بجد هيفرحوا جدا، لاني زي بتاع بره لا، احلى احلى من بتاع بره. واوفر بكتير يا بنات بجد. يعني انت لو حسبتيها هتلاقي ما شاء الله اللهم بارك احنا عاملين كميه كبيره قوي من نص كيلو لحمه. تمام. قلبت كده واديته اللون المظبوط. هبتدي بقى احط كده معلقتين الميه تاني مطرح الجيلاتين، بس بقلب كده عشان الجيلاتين كله ينزل مطرح مكان في الكوبايه. ويوطي عليهم لمده بالظبط من 5 دقايق ل7 دقايق، مش اكتر من كده. اهو كل شويه يعني بغطي واقلب كده، اقلب عليه اقلبه كده عشان الجيلاتين لو لازق ولا حاجه اشوف كده الدنيا فيها ايه. بس الحمد لله ما لزقش ولا اي حاجه. كل شويه قلبي على اللحمه بتاعتك. طيب انا كده خلاص اللحمه عندي استوت، وحسيت كده ان هي ما شاء الله خدت اللون المظبوط. طفيت عليها واديتها تقليبه كده وهسيبها تبرد بنسبه 50%. 50%. طيب لو انت عندك هاند بريندر اضربيها دلوقتي وهي سخنه كده بالهاند بريندر. انا ما عنديش هاند بريندر، هعمل ايه؟ هجيب الخلاط بتاعي. تمام. واول ما تبرد كده 50%، بنسبة 50%، ما تبردش خالص، لان لو بردت خالص الجيلاتين هيمسك فيها ومش هتعرفي تضربيها. لازم تكون سخنة شوية، او يعني سخنة بنسبة 50 او 70% كمان، ان انت تقدري الخلاط بتاعك كمان ما يبص وتحافظي عليه. زي ما انتوا شايفين كده هبتدي بقى خلاص اطفي النار عليها واسيبها كده لمدة يعني 5 دقايق. ابتدت تهدى شوية وهاخدها بقى على الخلاط بتاعي اهو، وهضربها كويس قوي بالخلاط. تقدري تعمليها بالهاند بريندر، بالخلاط، بالكبه، المتاح عندك براحتك. بس انا بعمل لكم بالموجود عند اي حد في البيت هو الخلاط. طبعا كلنا عندنا خلاطات يعني خلاط الحمد لله، يعني ربنا يديمها علينا يا رب.
فهضربه كده وهاخد كل السوائل اللي في عندي الوok او الطاسه، مش هسيبها خالص. تمام، عشان دي اللي هتسهل عليا الضرب في الخلاط. بعد ما ضربت كويس قوي في الخلاط، عندي هنا بقى اي علبه عندك، علب تلاجة، علب الرز بلبن زي ما انت شايفه، اي حاجه انت عايزه تاخدي الشكل بتاعها، هتحطي كده استرتش او كيس تلاجة او اي حاجه. اهم حاجه الكيس ده، لان الكيس التلاجة بيظبط جدا لما تيجي تطلعي البلوبيف من العلبه، بيبقى سهل جدا، سهل عليكي قوي. تمام، يعني اي علبه تحطيها لازم تحطي فيها كيس تلاجة الاول، تغلفيها بالكيس التلاجة الاول، وتبتدي تصبي الخليط بتاعك. انا هنا قسمته على 2 زي ما انتم شايفين، وعايزه اقول لكم بجد تقدروا تحتفظوا بيه، الفريزر مش هيقول اي حاجه، بس لما يقعد 12 ساعه الاول، لازم يقعد 12 ساعه في التلاجة او على الاقل 6 ساعات. اهم حاجه يقعد فتره طويله زي ما قلت لك 6 ساعات او 12 ساعه عشان يظبط معاكي ويتماسك ويطلع زي بتاع بره. لو انت قطعتيه قبل ما يتماسك هيفرول منك. تمام كده، زي ما انتم شايفين كده ابتديت بقى احطه في العلبه اهو بالشكل ده. بجد مفيش اسهل من كده. الوصفه ما خدتش معايا 5 دقايق وانبهرت لما بجد شفت النتيجه. ابتدي بقى اعمليه في اي علبه انت عايزاه، اي شكل انت حباه براحتك خالص. اهم حاجه تحطي كيس التلاجة اللي قلتلك عليه، وبتبتدي تصبي الخليط بتاعك، وتاكدي ان الخليط بتاعك اتضرب كويس او ما فيهوش اي تكتلات خالص، يبقى ناعم وبيور خالص. تمام اهو، حطيته في العلبتين كده، وهبتدي بقى اغطي بردك الوش بتاعه بكيس تلاجة عشان ما ينشفش مني، وبرضك هغطي العلبه. تمام، لان هسيبه في التلاجة لتاني يوم، لازم انا اسيبه في التلاجة لتاني يوم، او زي ما قلت لك لو انت مستعجله عليه 6 ساعات على الاقل. بس انا بصراحه قلت لازم انوره لكم بعد 12 ساعه عامل ازاي. الريحه تحفه، الطعم خطير، الشكل بقى والله ولا اروع، انا انبهرت من شكله. هدخلهم بقى التلاجة، وهنبقى ان شاء الله اوريه لكم بقى بعد 12 ساعه الشكل بقى عامل ازاي. وهنا بقى يا بنات طلعته من التلاجة تاني يوم اول ما صحيت كده، وعايزه اقول لكم بجد ما كنتش متخيله ان هيطلع معايا كده. انا ازاي ما كنتش بعمل الوصفه دي بجد يا بنات؟ ريحته اصلا وانا بفتحه كده ريحته تحفه، الريحه خطيره جدا جدا، احلى من اللي انا بجيبه من بره. يعني اللي انا بجيبه من بره مبقاش ليه ريحه حلوه قوي كده. طبعا حاجه معموله في البيت ونظافه، وشايفين شكله شكله اصلا يجنن، شكله يتاكل كده اصلا. تحفه بجد يا بنات. يعني وفري واعملي كل حاجه في البيت وانضف بكتير. وقلت بقى النهارده لازم اعمل لكم الوصفه دي ان شاء الله للي دخل المدارس، وان شاء الله اللي هي لسه المدارس بقى هتبدا لازم نعمل لهم البيف، لاني انا معظم الولاد بيحبوه، وكمان بيحبوه بالبيض، واكله مغذيه طبعا، وتغيير. يعني مش هنفضل بقى على طول ندي لهم جبنه ولانشون وبيض والحاجات دي. انا اصلا مش من عشاق اللانشون قوي، لو اديته لهم يوم ويوم لا خلاص. يعني قصدي سوري، لو اديته لهم مره او مرتين ما بدهوش تاني. شايفين بقى انا جبت لكم بقى يعني زوم، وقلت اوريه لكم بقى من كاميرا من ورا كمان، شكله بجد تحفه 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 تحفه. تعالوا بقى كده نقول بسم الله ونقطعه. المشكله ان يا بنات الكاميرا من قدام معرفش ليه مش مظبوطه، بس ظلمه والله بجد، شكله كان احلى بكتير. تعالوا بقى اوريكم، بصوا هو متماسك قد ايه، بقول لكم شكله متماسك ازاي ومش هيفرول خالص منك. بسم الله، شايفين؟ الله الله يا فاتن، بجد ايه الجمال ده، روعة روعة بجد يا بنات. اوعي تشتريه تاني من بره، اعمليه في البيت انضف بكتير. ودي لحمة احنا عارفينها، اللي احنا عاملينها بلحمة، وعارفين الطريقة ازاي والنظافة ازاي، فمفيش احسن من عمايل البيت. شايفين شكله؟ بجد يعني عايزة كومنت حلو بالله عليكم الشكل الجميل ده، والفيديو اللي انا تعبت فيه ده، وكمان تعبت عشان اجيب لكم الوصفه الاصليه ما فيهاش بقى اي افتكاسات من اللي بشوفها. اعملوا لي كومنت حلو كده، وشيروا كمان للمامز عشان قناتنا تكبر ونستفيد. عايزه اقول لكم بقى تعمليه ببيض، تعمليه في عيش، تحطيه في عيش كده للولاد سندوتشات وهم رايحين المدرسه وهم رايحين النادي. حاجه كده تحفه. لايك وشير وكومنت حلو يا